السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ فوالا انا كنسلم عليكم هنا من مدينه برشلونه، قلب العاصمه السياحيه ديال اسبانيا. المهم اليوم بغيت نعاود لكم على الطريقه كيفاش دخلت لاسبانيا في الظروف الحاليه اللي فيها كورونا اللي كيعيشها العالم، وحاليا كاينه كل دوله وعندها الشروط ديالها باش تدخل ليها. فوالا انا عندي الوراق ديال السويد، وعندي الاقامه تما في السويد. وحاليا اسبانيا ما كتستقبلش الناس، ولا الناس ديال السياحه، ولا الناس اللي عندهم الاقامه في شي دوله اخرى من غير اسبانيا. وانا كان على بالي انه عادي انني ندخل لاسبانيا بوراق الاقامه ديال السويد، حيت شينغن يعني يمكن لي نمشي لاي دوله اوروبيه عادي. ولكن في هذه الظروف الحاليه كاينين شروط صعاب شي شويه. المهم ما عليناش، انا جمعت الحويجات ديالي المسائل ديالي وقطعت لبرشلونه على اساس انني غادي ندخل لهنا بشكل عادي، يعني كيف كان العالم قبل كورونا. ولكن كنتفاجئ ملي وصلت للمطار ديال كازا، وريتو الباسبور، وريتو الوريقات، قال لي لا ما يمكنلكش حاليا تدخل اسبانيا. قلت له علاش؟ قال لي اسبانيا حاليا ما كتقبلش الناس يدخلوا عندها، واخا يكون عندك باسبور احمر ما يمكنلكش تدخل اسبانيا حاليا، صوف للناس اللي عندهم الإقامة في إسبانيا والخدمة في إسبانيا. من غير هاد الناس ما يمكن حتى شي واحد حاليا يدخل إسبانيا. وهنا فين كانت، هنا وقعت الكارثة. المهم انا كنت جامع حويجاتي معول، والموالين الدار كيساينوني تما في المطار وعارفيني غنجي، ويعني تخربق ليا كلشي بروغرام تخربق ليا. بقيت كنفكر بشي طريقه، كنسول تما في المطار، كنسول الناس كيفاش ما يمكنش ليا ندخل وهادي. قال لي واحد السيد تما موظف تما في العربيه، قال لي كاين واحد الطريقه، هو انك دير ليسكال، انك انت ديجا مقطع لبرشلونه، تقطع باخرى من برشلونه لشي دوله اخرى، وديك الساعه يمكن لك هنا يخليوك تدوز، بعدا غادي يخليك تدوز لبرشلونه، بشرط انك تقطع لشي دوله اخرى، انك دير اسكال غادي تكمل، ما غاديش تدخل اسبانيا. فوالا بقيت كنقلب على شي بي شي دوله قريبه لبرشلونه، وكانت فرنسا هي اللي كاينه في الحدود تقريبا. بقيت كنشوف فرنسا، ما لقيتش فرنسا، بانت لي مونبولي ما كايناش، بانت لي واحد المدينه راه ما عقلتش عليها بعيده بزاف، والروتور ما كانش ديك الساعه ديك النهار. انا خصك تقلب على شي اوطيل تبات فيه وعاد ترجع على غد، يعني تكرفيصه ديال بصح. هضرت مع الدار، هضرت مع خوتي تما، بقاو كيقلبوا لي في ليبيا، شافوا لي البرتغال. ملي شافوا لي البرتغال صافي قلت اوكي مزيانه، قطعوا لي غير الالي ماشي الروتور. انا سولت تما، قال لي واحد السيد راه الباكاج ديالك راه ما غاديش تاخذو، ما غيمشي لك حتى للبرتغال. تما فين وقع لي المشكل، عاوتاني بقيت كنقول كيفاش غادي ندير، خصني شي طريقه باش نخرج معايا الباكاج. انا عندي الغرض هو نوصل لبرشلونه ونخرج الباكاج ديالي ونخرج، ما عنديش الغرض انني نمشي للبرتغال. فوالا دزت صافي، وريتهم البي ديال انني داير ليسكال للبرتغال، وصافي دزت، طلعت للطياره، دازت سفيره عاديه، اجواء عاديه، حتى وصلت للمطار ديال برشلونه للبوليس، وقال لي عطاني الوريقات ديالك، عطيته المسائل، قال لي انت ما يمكنلكش تدخل لاسبانيا حاليا، راه كاينه كورونا فيروس كذا وكذا وكذا، ها الشروط وهذه المسائل، راه اسبانيا مانعه الناس يدخلون هنايا. قلت له انا راه ما غاديش ندخل لهنا، راه داير ليسكا غنكمل البرتغال. شاف ليا قال لي ها داخل البرتغال، ولكن راه خاصك توريني عاوتاني البيي من البرتغال للسويد، سينو غادي نرجع، غير ما يمكنش لك تدخل هنا، يا اما غادي توريني البي ديال السويد، يا اما غادي نرجعوك للمغرب، وحده من هادو.
عاوتاني وقع لي المشكل الدار كيساينوني حدا المطار، دبرت على الويفي تما وبقيت كنهضر معاهم، راه وقع لي المشكل هادي راه خاصني بيا للسويد. بقيت كنهضر مع داك السيد تما واش حيت ما لقيناش البي ديال السويد في ديك النهار، لقينا واحد البي وفيه ليسكالا تمشي لأونغاريا، من أونغاريا عاد تمشي للسويد، واحد التكرفيصه ديال بصح. وكانت وحده اخرى واحد البي لا غد ليه للسويد، قلت له راه كاينه وحده غدا للسويد واش ماشي مشكل. وهادي بقى كيهضر مع خويا وداك الشيء في باغ تليفون. المهم قال لي ماشي مشكل، وريني البي ديال غدا ونخليك دوز تخرج، انا غير وريني البي انك غادي تكمل للسويد و نو باساناد صافي. قطعوا لي الدار واحد البي للسويد، وريتها له باغ تليفون، شافها صافي كاشا لي الباسبور، قال لي صافي يمكن لك تمشي دابا. واخيرا وانا نخرج حتى تميت خارج وبقاو كيهضروا بيناتهم البوليس، هادي لا هذا راه ما خصنيش يخرج، راه خصني نمشي للبرتغال عندك هادي تا. وقعت لي مشكله ديال بصح. المهم بقيت معاهم تما، في الاخير قالوا لي صافي يمكن لك تمشي. صافي خرجت بحالاتي، عطيتهم كتلقى واحد البلاصه ديال الصحه، عطيتهم واحد الكود كيو ار كتكون صاوبتي اصلا قبل ما تجي، ديال انك ما خالطتيش الناس فيهم كورونا ولا ما فيكش المرض ولا هادي. وريتو ليهم سكانيتو صافي خرجت. اما حاليا دابا في اسبانيا خرج واحد القانون البارح، يلاه البارح خرج انه ما يدخل حتى شي واحد اسبانيا بلا تيست ديال كورونا، بي سي ار ضروري قبل ما تدخل لاسبانيا. انا باش جيت ما كانش ديك الساعه التيست ديال كورونا، ما كانش دايرينه، ولكن من البارح انا شفت الخبر البارح في التلفازه، اي واحد بغى يجي لاسبانيا ضروري من التيست ديال كورونا، واللي بغى يجي لاسبانيا بلا ما يتكرفص ما يديرها الطريقه اللي درت انايا يغامر فيها. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الاوراق هنايا، اللي عندهم اوراق في دوله اخرى واللي عندهم اوراق اسبانيه، راه يمكن لهم يدخلوا بعادي، ما كاينش المشكل. انا وقع لي هذا المشكل حيت عندي الاوراق ديال السويد، هذاك الشيء علاش وقع لي هذا المشكل هذا، حيت هما قال لك حاليا ما يمكنش لهم يستقبلوا حتى شي واحد من غير الناس اللي عندهم الاقامه هنا في اسبانيا. هذا الشيء هو اللي وقع ليا صافي. هذا الشيء اللي كاين الخوت، نتمنى ما نكونش طولت عليكم في هذا الفيديو. واحد المعلومه مهمه تما في ملي كنت في المطار ديال كازا، راه رجعوا بزاف ديال الناس اللي عندهم الكونطرا ديال الخدمه في اسبانيا، ضروري خصهم يجيبوا واحد الشهاده ديال مغادره التراب الوطني كتعطيها لهم العماله اللي ساكنين حداه. ضروري من هاد الورقه، ما كانش عندك هاد الورقه عندك الكونطرا ديال الخدمه في اسبانيا، بلا ما تمشي للمطار غادي غير تكرفس وغادي يرجعوك. سير العماله صابوا ورقه ديال مغادره التراب الوطني الا عندك الكونطرا ديال الخدمه في اسبانيا، هذه ضروريه. من غير هذا الشيء الا عندك الاوراق في اسبانيا راه يمكن لك تدخل عادي، ولكن خاصك دير تيست ديال كورونا قبل 48 ساعه معك. هذا الشيء اللي كاين، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد، والسلام عليكم.